بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. النهاردة إن شاء الله الحلقة الثانية في كورس تعلم الكتابة على الوورد. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن صف الارتكاز وأسماء الأصابع، وقلنا كلفنا حضراتكم بتمرين. اللي ما شافش الفيديو هنسيبه في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو، لازم تشوفوه الأول علشان الحلقات مترتبة مع بعضها علشان تتم الفايدة إن شاء الله. اتكلمنا فيه عن صف الارتكاز وأسماء الأصابع. النهاردة هنتكلم عن الصف الأعلى والصف الأسفل، ومهام كل صابع من الأصابع من أصابع اليدين في الصف الأعلى والصف الأسفل. طبعا ده صف الارتكاز اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. اتعلمنا مع بعض ازاي ايدك بتنزل عليه، وازاي صوابعك بتتحرك على الازرار ديت وترجع تثبت في مكانها تاني. زي ما هي كل صباع له ازرار هنا بيعملها ويرجع مكانه تاني، كمان هيكون له ازرار فوق وهيعملها او هيدوس عليها ويرجع مكانه تاني. فالخنصر هنبدأ بالايد اليمين. الخنصر اللي هو الصباع الصغير اللي على الطرف مسؤول عن الدال والجيم، والبنصر اللي بعده على طول مسؤول عن الحاء، والوسطى مسؤولة عن الخاء، والسبابة مسؤولة عن الهاء والعين. أما أصابع اليد اليسرى فالمهام اللي مكلفة بيها السبابة اللي هي جنب الصباع الكبير هي بتكون مرتكزة على حرف الباء هنا، بتطلع مسؤولة عن القاف والفاء. الوسطى بتكون مسؤولة عن الثاء. البنصر بيكون مسؤول عن الصاد. الخنصر الصغير بيكون مسؤول في الصف الأعلى عن حرف الضاد. طيب عرفناهم كده، ننزل بقى تحت. هنبدأ باليمين. الخنصر اليمين بيكون مسؤول عن الظاء والزاي. أما البنصر فبيكون مسؤول عن الواو. أما الوسطى فمسؤول عن التاء المربوطة. أما السبابة فمسؤولة عن الياء واللام ألف. الاتنين دول يا حضرات. تلاحظوا حضراتكم ان الخنصر والسبابة عشان هما في الطرف اليد بيكون كل صباع منهم له زرارين في صف الارتكاز والصف الاعلى والصف الاسفل. اما اليد اليسرى فالسبابة بيكون مسؤول في الصف الاسفل عن حرف الراء، والوسطى بيكون مسؤول عن الواو المهموزة، والبنصر مسؤول عن الهمزة، والخنصر مسؤول عن الهمزة المشدودة على السطر اللي هي دي حضرات. بالشكل ديت نكون عرفنا ازاي اصابع اليدين بتنزل على صف الارتكاز وازاي بتتحرك فيه، وكمان المهام المكلفة بيها في الصف الاعلى وترجع تاني مكانها، والمهام اللي مسؤولة عنها في الصف الاسفل وترجع تاني مكانها. يعني مثلا حرف التاء، الصباع سبابة اليمين مرتكزة على حرف التاء اللي هو عليه شفة بارزة دي يا حضرات. في كل الكيبوردات وفي كل اللابات هتلاقي التاء والباء عليهم شفة بارزة عشان دول سبابة اليمين وسبابة الشمال، علشان تنظم أصابعك لأنك مش هتبص على المفاتيح أصلا. ونصيحتي النهاردة اوعى تبص على المفاتيح وانت بتكتب، لأن لو بصيت عليها هتفضل طول عمرك تبص عليها. لو كتبت عمياني حتى لو كتبت غلط وحاولت، صوابعك مع الاستمرار هتتمرن على الحركة الصحيحة في صف الارتكاز والأعلى والأسفل، وهتبص تلاقيك بتكتب وانت مغمض. فنصيحتي النهاردة اللي بقدمها لحضرتك، اوعى تبص على صوابعك وانت بتكتب. اوعى تبص على صوابعك وانت بتكتب. اكتب ان شاء الله تكتب غلط مفيش مشكلة، مع الممارسة هتكتب صح، وهيبقى ايدك تقيلة في الأول على ما صوابعك تاخد على الحركة فوق وتحت وصف الارتكاز. المسألة عايزة شوية تمرين، وإن شاء الله هناخد تمرين النهاردة على صف الارتكاز لوحده علشان ما يكونش مرهق. هكلف حضرتك بكتابة بعض الحروف. الهدف من التمرين ده إن صوابعك تتحرك هنا، اللي هو الخنصر يتحرك هنا وهنا ويرجع تاني، والبنصر والوسطى والسبابة تتحرك هنا وهنا وترجع تاني، كمان السبابة هنا وهنا وترجع تاني على الباء، والسباب الوسطى والخنصر والبنصر والخنصر. يعني صوابعك ازاي تتحرك في الصف ده كده. فهعمل لحضرتك تمرين صغير كده عبارة عن سطر واحد
اكتب ان شاء الله تكتب منه صفحة او صفحتين زي ما ربنا يقدرك. يلا بينا نفتح البرنامج ونعمل التمرين. علشان تفتح البرنامج قدامك حاجة من 3، يا اما كليك يمين كده وتدوس على نيو ومنها تختار مايكروسوفت وورد، بتدوس كليك يمين على سطح المكتب او في اي مكان جوه الهارد وبتختار نيو، ومن نيو بتختار مايكروسوفت وورد بالشكل ده يا حضرات. هيفتح معايا ملف جديد هسميه زي ما انا عايز وبعدين افتحه هيفتح معايا بالشكل ده. الطريقة التانية علشان افتح ملف وورد جديد هخش من على ملف موجود عندي وليكن زي ده كده واختار ملف واختار جديد، هتظهر معايا ايقونة بالشكل ده، هدوس عليها كده هيفتح معايا ملف جديد زي ما حضراتكم شايفين. الطريقة التالتة علشان افتح ملف وورد وهي ان هختار قائمة ستارت ومنها هدور على مايكروسوفت اوفيس، ومن مايكروسوفت اوفيس هختار مايكروسوفت وورد وهدوس عليها هيفتح معايا برنامج الوورد. نيجي بقى للواجب بتاع النهارده. هنكبر حجم الخط شوية وهنختار الكتابة من على اليمين ونبدأ مثلا هنقول مثلا هندرب الايد اليمين الاول. انا عندي في الكيبورد اللي عندي حرف الزال جنب الطاء، هنقول مثلا ظبط كم كل من بت تب يس او ياسين بي يب شس سش البي بيس يبس شال شمع شمل مش طل مل كل مك طقم طا كم نال مال كال بات شات سات سطم مكس كمش بالشكل ده يا حضرات. لو تلاحظوا كل الكلمات اللي انا جبتها هي من صف الارتكاز الصف الوسطاني، وبنحاول نحرك اصابعنا على الحروف، وكل صباع لازم يعمل يتحرك في الازرار المخصصة ليه. مفيش يعني ما ينفعش صباع يعمل اي حركة تانية او يدوس على زرار مكان صباع تاني. عود نفسك على كده من الاول، وان شاء الله في الحلقة اللي جاية هنعمل تمرين زي ده على الصف الاعلى، وبعد كده ان شاء الله تمرين على الصف الاسفل، مجموعة كلمات ان انت تتحرك في نفس الصف لوحده، وبعد كده هناخد تمارين على الصفوف الثلاثة، وبعد كده ان شاء الله هتكون محترف كتابة وبسرعة، وبعد كده هنتعرف على القوائم. يعني تمهل وخد العلم واحدة واحدة، ما تستعجلش، وان شاء الله تكونوا احسن مننا وافضل مننا، ده شيء يسعدني ويفرحني. بالشكل ده يا حضرات هنكتب ان شاء الله صفحة او صفحتين، المهم ان صوابعك تتحرك في صف الارتكاز وتروح وترجع لمكانها. بالشكل ده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وكومنت وشير، ولو اول مرة تشوف القناة اشترك معانا شرف لينا، ولو عندك اي استفسار اكتبه لنا في تعليق هرد عليكم ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.